طيب. وحضرتك بألف خير. ايه اللي حصل؟ والاخوه المسيحيين طيبين بمناسبه عيد قيامة المجيد. لا عيد ميلاد المجيد. نعم. عيد ميلاد المجيد، اسف. اتفضل يا فندم. لا ابدا، هو زي ما انت قلت كده، لكن في 4 لعيبه لازم يشوفوا مكان ثاني غير الزمالك. 4 طبعا. اللي هم مين؟ ومعروضين للبيع خلاص. مين منهم؟ حازم امام، باسم، علي جبر، الشناوي. ال4 دول خلاص مش بتوعكم؟ لا لا لا، يروحوا اي نادي ثاني. اي نادي يجيبوا لي اي عرض، مع شكرا، بشكرهم جدا. لانهم ضيعوا جهد الفريق. اولا المدرب ده مدرب محترم جدا يا احمد، شفت الماتش جدا، وانا اشدت بيه وما اخترته بصراحه. لا، والراجل ما عملش حاجه. الكره دي لو كانت بقى الجزاء جت نفس ضربه الجزاء اللي ضيعها باسم في ماتش ام دي، نفس القصه. ويعني احنا بنشكرهم جدا على الجهد اللي بذلوه خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول. انما احنا جالنا باك يمين اللي هو خلاص حمدي النقاز وصل باك يمين منتخب تونس. استاذ علي جبر، مع احترامنا ليه، ما فيش كده يا استاذ علي، مع احترامي ليه، لكن هذا مدرب محترم عمل شكل للزمالك. وبعدين 3 اخطاء ب3 اجوان. ثاني 3 اخطاء ب3 اجوان. نعم. مين يتحمل الاخطاء ديت؟ هم ال4 دول؟ طبعا يا باشا، هم دول. يعني اول كوره لو اول بص يا بيه، ضربه الجزاء اللي علينا والاول جول من عند الاستاذ حازم امام. ايوه. من الناحيه اليمين، مظبوط كده؟ نعم. استاذ علي جبر. الجول الثالث ازارو. طبعا الاستاذ الشناوي وقع. والجول الاولاني برضو ما حطوش على ضربه الجزاء باستخدام 16. الجول الاولاني برضو بدل ما يطلع الكره بره بديها لهم. يعني بنشكرهم جدا 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 جدا. بقول لجماهير الزمالك من فضلكم ما عندناش بقى جول سينما دلوقتي. عندنا لعيبه زي ما تقول النهارده اللي موت نفسه، وزي الشامي اللي موت نفسه، وزي الويندوم حفني النهارده كان كويس. حفني ايمن حفني. اللعيبه كلها موتت نفسها النهارده بصراحه. انما ليه بس مرسي يشوط ضربه جزاء؟ ما عندكوش غيره؟ اشمعنى هو اللي يشوط ضربه الجزاء؟ والله بقى دي، لكن انا بقول للمدرب انت راجل محترم، غير شكل الزمالك، ولو ضربه الجزاء دي كانت جات يا احمد كان الماتش كله ضعيف. لكن هو ده القدر. بس ابعدوا عننا بس الاخوه اللي بيحبوا الزمالك قوي 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 قوي، هم عارفين عاملين ايه للزمالك. هم عارفين ايه. الزملكاويه اللي عارفيننا يبعدوا عن نادي الزمالك. شايف يعني في ناس بتتصيد لنادي الزمالك، بتتصيد لحضرتك يعني؟ لا لا عشان مش انا اللي بلعب يا احمد، انا راجل. اولا انا في بيتي ما رحتش الماتش. ليه ما رحتش؟ يعني حد ليه؟ نعم؟ ليه؟ لا علشان كمان كان يقول لك كنت متوقع الهزيمه ولا حاجه؟ لا لا لا, لا بالعكس. انا بقول لك لو ضربه الجزاء باسم باشا مرسي جابها الماتش كان اتقلب. ثاني زي كهربا في ماتش السوبر، ضربه الجزاء اللي ضيعها وانت كنت غالب 1-0 قلبت الماتش وغلبت وروحت. فانا بحمله المسؤوليه، هو ال3 زملائه. ال3 دول بحمله المسؤوليه مع الاخ الشناوي. ما اعرفش بابا ازارو دخل واقع في الارض لما بيجي ناحيته. وبعدين الجول الاولاني دوت كره سهله بتطلعها بره، بتديها لزميلك قطعت جابها لك جول. وبعدين يعني عندك 5 رايحين على وليد سليمان وسايبين مؤمن لوحده. لوحده. خلاص دي مباراه كره